يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هوصيك بقى، شوب القهوة التمام ويلا بينا نبدأ. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع الأخين جو وداني المتقاعدين من الجيش، وبنشوفهم هما في رحلة صيد في الصحراء، وفي رحلتهم بيتكلموا عن أخوهم التالت روي، وبيتمنى داني إنه يكون معاهم، لكن جو شايف غير كده وبيقول إن روي بتاع مشاكل علشان بيروح السجن كتير، وبيبان إن روي بيفضل حياة الفنون القتالية عن حياة الجيش، لكنه بيتصاب بواحدة من المباريات وهو دلوقتي شغال على شاحنة. وبنروح لروي اللي بيوصل لواحدة من الأماكن القتال تحت الأرض، وبيبان إنه مش قادر يسيب حلمه في الفنون القتالية ولسه بيقاتل في بطولات سرية. وبعد فترة قصيرة بيبدأ القتال، ولأنه مقاتل قديم بيهين روي خصمه وبيوقعه على الأرض، وبيروح روي بكل تكبر يحتفل مع ليزا، وده بيخلي خصمه يضربه ويقلب الطاولة عليه، وبسبب الهزيمة بيخسر عميل اسمه جوليان مبلغ كبير، واللي كان روي بيقاتل باسمه، وبيبان انه شغال معاه من 4 سنين. ووقتها بيقول لجوليان انه اداؤه في الفترة الأخيرة دي بيقل بشكل كبير، وبيعتقد ان بسبب صاحبته، ونتيجة لكده بيخلص عليها. وبياخد روي وبيروح للمستودع تبعه، وبنعرف انه مكان لتخزين الألماس النادر، وبيطلب من روي مهمة نقل الألماس من فيجاس لباجا، وبيعرض عليه مبلغ $1,000,000. وبيتفاجئ روي من العرض ده، وبيسأله هو ليه اختاره هو، وبيرد عليه بيقول له 3 أسباب. الأول لأنك سواق شاحنة مفيش زيك، والتاني لأن له أخين كانوا في الجيش وممكن يساعدوه، والتالتة بقى لأنه مديون ليه، وإنه لو رفض هيقتل إخواته وبنات أخوه جو، وبطبيعة الحال ما بيقدرش إنه يرفض. وبيتصل روي بأخوه جو، لكن جو مش بيرد عليه لأنه متضايق منه. وتاني يوم بياخد داني يوم راحة وبيزور أخوه في البيت، ولما وصل بيلاقي جو شغال في المزرعة. ولما داني فتح موضوع روي بيعرفوا جو إن اتصل عليه الليلة اللي فاتت لكنه ما ردش عليه، وبيقول جو إن روي مش بيتصل غير لو محتاج حاجة، لكن بيقطع كلامهم روي اللي بيدخل عليهم، وبدل ما يرحبوا بيه بيعاملوا جو بطريقة مش كويسة، وده بيخلي روي يندم إنه جه. ولما كان ماشي بياخد داني معاه وبيتكلموا على انفراد، وبيطلب منه روي إنه يجي معاه في رحلة طويلة لباجا، وبيوافق داني لأنهم هيقضوا مع بعض وقت طويل بعد الغيبة. وفعلا بيتحركوا في رحلتهم، وبعد رحلة طويلة بيقف روي في ساحة قتال تحت الأرض بيديرها واحد صاحبه، وهناك بيتفرجوا على معركة شرسة بين 2 مقاتلين بيك وبارني، وبسبب قوة بيك بينتصر بسرعة على بارني. ولما بيسأل المضيف لو في حد من الجمهور عنده شجاعة انه يواجه بيك، بيتقدم روي وهو متجاهل نصيحة أخوه، وبتبتدي المعركة، وبيقدر روي انه يهزم الخصم في الآخر بانه يخنوه. وتاني يوم بيكمل الإخوات رحلتهم في شاحنة، وبعد ساعات بيوصلوا للمستودع الألماس اللي المفروض هياخدوا منه الكمية اللي هينقلوها، وبيقابلوا شريك جوليان واللي اسمه باولو، واللي بيوريهم الصناديق اللي مخبيين فيها الألماس، وبذكاء بيكونوا مخبيينها في ازاز المشروب عشان الشرطة ما تقدرش توصلها بسهولة. وبتجهز الحاوية وبيتحركوا بالشاحنة، وبعد فترة بيلاحظ روي انخفاض البنزين، وبيقف عند أقرب محطة عشان يمونها، ووقتها بيدخلوا جوه المتجر على ما يخلصوا شحن. وبعد دقايق بيظهروا رجالة مسلحة وبيبدأوا يسرقوا شاحنة روي، وبيقدر واحد منهم يشغلها من غير مفاتيح، والباقي بيكسبوا وقت في انهم يضربوا نار وبيموتوا صاحب المحل في العملية دي. وبيقدروا يسرقوا الشاحنة، وبيحاول روي انهم يوقفهم لكنه بيفشل، وداني مش فاهم اللي حصل ومين دول، لكن مفيش وقت انه يشرح له، وبيطلب منه روي انه يركب عربية صاحب المحل وبيطردوهم. وفعلا بيوصلوا عندهم، لكن لما بيفتحوا عليهم النار بيضطروا ان هم يقفوا على جنب. وفي المرحلة دي بيطلب داني وهو متضايق انه يفهم ايه اللي بيحصل، وعاوز يعرف ايه اللي جوه الحاوية، ولان مفيش خيارات قدام روي بيعرفوا كل حاجة، وان الشاحنة فيها الماس بقيمة $50,000,000، وان صاحبها مش هيرحمه. ومش بيعدي وقت طويل وبتوصل اخبار لجوليان ان روي فشل، وبيتضايق وبيشك ان روي خدعه وهرب بالالماس. وفي وقت تاني بتوصل الشرطة بقيادة المحقق ديفيد لمسرح الجريمة، وبيلاقي الشاحنة في نص الطريق، لكنهم مش بيوصلوا لحاجة مفيدة. وتاني يوم الرجالة المسلحة بيرجعوا للمستودع الألماس، وبيبان ان هم رجالة باولو، وهو اللي بعتهم انهم يسرقوا الألماس، وكانت خطتهم انهم يسرقوا الألماس من جوليان ويورطوا روي واخواته في القضية. وفي مكان تاني كان روي واخوه في الصحراء، واضطروا ان هم يرجعوا المدينة ماشي لان العربية اللي سرقوها اتعطلت بسبب ضرب النار. ولما كانوا ماشيين بيقول داني ان اخوهم الكبير كان معاه حق، لان حياة روي مليانة بالمشاكل، وبيندم انه وافق، وبيتوعده ان هو عمره ما هيطلع معاه رحلة تاني. وبنشوف جو لما رجع البيت وبيلاقيه في حالة فوضى، وبيدخل بسرعة يدور على مراته وبناته لكنه مش بيلاقيهم، وبيبان ان جوليان هو اللي خطفهم عشان يعاقب روي. وبعد مسافة طويلة بيوصل روي وداني لمكان فيه شبكة، وبيلاقي عدة مكالمات من جو، ولما بيتصل عليه بيعرف ان مراته وبناته اتخطفوا، وان جو ما كانش فاهم اللي حصل. ووقتها بيقول روي انه عارف مين اللي عمل كده، وبيتضايق جو لما سمع صوته، وبيهدده انه هيقتله لو حصل لعيلته حاجة. وبعدها بيتصل روي بجوليان وبيشغل السبيكر، وعلى طول بيعرفوا ان الالماس اتسرق وانه هيرجعه، وبيديله جوليان يومين يحل الموضوع والا هيقتل البنات اللي عنده. ووقتها بيتضايق جو تاني جدا لانه خاطر بحياة عيلته مقابل شوية فلوس، وانهم ما عندهمش وقت ان هم يتخانقوا ولازم الثلاثة يتعاونوا وينقذوهم.
وبنشوف داني وروي وهم منتظرين اخوهم جو، وبيعرف المحقق ديفيد وزمايله مكانهم وبيراقبوهم، واختاروا ان هم ما بيقبضوش عليهم لان مفيش اي دليل ضدهم، وبيقرروا ان هم يراقبوهم من بعيد. وفي الوقت ده بيروح جو المخبأ السري تحت الارض، مكان بيخبي فيه اسلحته وبياخد اللي يقدر عليه وبيتحرك. وبعد ساعات وصل لاخواته، واول حاجه عملها انه ضرب روي، وبعدها بيتحركوا الثلاثه لقصر جوليان. لكن كان المحقق وراهم وبيوصلوا القصر بالنهار، وكان جو هو القائد لانه جندي سابق، وبيدخلوا جوه بتكتيكات عسكريه وبيخلصوا على كل الحراسه اللي بره القصر. وبيدخل جو وروي بعدها القصر، وبيفضل داني في موقع القناص عشان يغطيهم. ووسط كل اللي بيحصل ده باولو بيدخل لأوضة جوليان، وبابتسامة شريرة بيموت البنتين اللي معاه، وبيعرفوا ان هو اللي سرق الألماس. وبيأكد باولو ان تجارة الألماس دي مملوكة لعيلتهم من زمان، وان جوليان هو ابن متبني لعمه، وهو هنا دلوقتي عشان يدير الأعمال مكانه. وفي وسط كلامهم بيسمعوا صوت ضرب نار، وبيستغل جوليان ده وبيضرب باولو. وبعد ثواني بيقتحم جون ورون الأوضة وبيمسكوا جوليان تحت تهديد السلاح، لكن مش بيقتلوه لأنهم مش عارفين مكان عيلته. وده بيدي وقت لجوليان انه يضرب جوي وبيهاجم روي. ووقتها بيفوق باولو وبيمسك السلاح وبيضرب نار على جو وجوليان، وبيأمر رجالته انهم ياخدوا روي للقاعده بتاعتهم. وبيموت جوليان فورا، لكن جو كان لسه عايش بسبب الدرع اللي كان لابسه. وبعد فتره بيتحرك داني لما فقد الاتصال باخواته وبيدخل القصر، بس كان روي اتخطف. وبيتبعوا الاخوه تليفون روي وبيعرفوا مكانه. وفي الطريق بيتصل داني بزميله جيمي وبيطلب منه يجي ويجيب معاه اسلحه. وفي القاعده كان روي حواليه حراسه باولو مسلحين، واللي محتجزين برضه عيله جو. وبيطلب باولو من روي انه يقاتل اقوى حارس عنده، ولو فاز هيخرج العيله. وبيقبل روي التحدي وبيدخل الحلبة، لكنه كان تعبان جدا لانه بيكافح عشان يحارب خصمه. ومن ناحية تانية بيوصل اخواته جو وداني ومعاهم جيمي، وبيحط جيمي نفسه على مسافة وبيخلص على الحراس واحد ورا التاني. وفي الفترة دي جو وداني بيتحركوا وبيقتلوا اي حد في طريقهم. وبنشوف روي باقصى قوة عنده وهو بيحاول يقتل خصمه. ووقتها بيسمع باولو صوت ضرب النار وبيقرر انه يهرب، لكن بيقدر انه يحاصر جو. وقبل ما يقتله بيوصل المحققين ومعهم قوة من الشرطة وبيمنعوه انه يرتكب اي غلط. وبتنتهي المعركة بإطلاق سراح مرات جو وبناته، وبيشكر المحقق الإخوة الثلاثة إنهم ساعدوه، وبيقبضوا على أفراد العصابة اللي كانوا بيطاردوهم من سنين. وفي المشهد الأخير بيجتمع الإخوة الثلاثة وبيحل خلافاتهم وبترجع علاقتهم زي الأول. وبيتخلى روي أخيرا عن القتال تحت الأرض وبيساعد أخوه جو في المزرعة. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهاردة. ومش هوصيك بقى، لو أول مرة تشوف أفلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في صفحة قصة فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا أول بأول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.